بتلاقي الأمهات نفسها عيالها يبقوا أحسن حاجة في الدنيا. عايز ابني يبقى دكتور ومهندس ومحامي ومش عارف ايه والكلام ده. بس هي كلها أماني، ما بنعملش عشان ده يحصل. يعني ليست الأماني بالتمني يعني نحارب الدنيا، أمنع التليفونات، أمنع السكريات، أمنع الحلويات. يعني ما ينفعش أنا أسيب الطفل عنده أنيميا وما ياكلش كويس ومخه مش أفضل حاجة وصحته مش أحسن حاجة ومش بيلعب رياضة وطول النهار قاعد على الفيديوهات والتيك توك وما اعرفش ايه والكلام ده كله، وفي الاخر منتظره ان ابنها يكون افضل. وقت طب انت فرق يعني تفرق ايه عن اي طفل؟ الام الشاطره هنا هي بقى اللي بيبان دورها ان هي فعلا حاسمه وعارفه الصح ايه والغلط ايه. التليفونات يا جماعه مثلا من بعد عمر السنتين نص ساعه بالكتير قوي في اليوم، غير كده احنا قاعدين بنلعب وجايبين العاب بتنمي المهارات وما اعرفش ايه، وبيروح النادي يلعب رياضه مش عارف ايه. الاكل والله الحلويات والسوبر ماركت والكلام ده مره في الاسبوع كده يعني تفاريح. انما طول النهار ياكل كلام فاضي وما بياكلش اكل البيت الصحي عشان خاطر ما يبقاش عنده امراض سوء تغذيه. طول النهار بيلعب على التليفونات ما اعرفش ايه، حاجات زي دي كتير. ام قاعده بتعلم ولادها وتنصحهم وتوعيهم وتفهمهم الصح والغلط، وام تانية سايبه عيالهم كده ايه مع نفسهم، الشارع بيربيهم يعني. طبعا النتيجه بتبقى مختلفه في الاخر. ربنا يحفظ ولادكم جميعا وان شاء الله تفرحوا بيهم.